شاعر مش بس شايف نفسه أعظم من كل معاصريه، لكن اتقال عنه إنه ادعى النبوة. هل كان مجنون عظمة ولا شاب متمرد دفع تمن طموح السياسي؟ النهاردة مش بنتكلم عن قصيدة، بنتكلم عن أخطر نقطة في حياة المتنبي. في شبابه حوالي سنة 932 ميلادية ظهر في بادية السماوة بين العراق والشام. التاريخ بيقول إنه انضم لحركة تمرد ذات طابع ديني سياسي، وبعض الروايات بتؤكد إنه أعلن نفسه نبي. لكن هل ده مؤكد؟ الحقيقة إن المصادر مختلفة. في مؤرخين قالوا إنه ادعى النبوة صراحة، وتانيين قالوا إنه كان قائد تمرد فقط، ولقب المتنبي كان سخرية من خصومه. مفيش نص صريح وصلنا منه بيقول فيه إنه نبي. المؤكد إنه اتحبس بسبب التمرد وقعد 2 سنين في السجن، وبعد خروجه اختفى أي حديث عن النبوة تماما. هنا التحليل الأخطر، هل كان مؤمن فعلا بفكرة دينية ولا كان طموح سياسي مبكر وفشل؟ في القرن الرابع الهجري الدعوة الدينية كانت أسرع طريق للسلطة. يمكن الشاب الطموح جرب الطريق ده وخسر. بعد خروجه من السجن المتنبي مرجعش إنسان عادي، رجع شاعر عنده مشروع أسطورة. في بلاط سيف الدولة الحمداني وصل لأعلى درجات المجد. قصايده كانت تمجيد لسيف الدولة، لكن بنفس القدر تمجيد لنفسه. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. هل ده غرور؟ غرور، لكن كمان كان وعي مرعب بقيمته. النبلاء في البلاط شافوه خطر، شاعر بيبني هالة شخصية أقوى من الأمير نفسه. المكائد زادت والعلاقة انتهت بانفجار. بعدها راح مصر ومدح كافور الإخشيدي، كان منتظر منصب كبير، ما خدش اللي هو عايزه. خرج من مصر وكتب هجاء قاسي جدا، واحد من أعنف نصوص الهجاء في التاريخ العربي. هل كان انتهازي غضبان ولا شاعر رفض الإهانة؟ الحقيقة إنه كان شايف نفسه أكبر من إنه يتحط في مكانة ثانوية، ودي نفس الشخصية اللي زمان فكرت إنها ممكن تكون قائد ديني أو سياسي. نيجي لواقعة موته. الرواية الأشهر إنه تعرض لقطاع طرق، كان يقدر يهرب، لكن اتقال إن واحد من اللي معاه قال: إزاي تهرب وأنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ رجع قاتل واتقتل. هل مات بسبب غروره ولا مات لأنه صدق الصورة البطولية اللي صنعها لنفسه؟ طيب نرجع للسؤال الأهم، هل ادعى النبوة فعلا؟ الأرجح نعم ادعى النبوة، لكن لفترة قصيرة وفي سياق تمرد سياسي أكتر منه عقيدة مستقلة. طب هل كان مغرور؟ بلا شك كان مغرور، لكن السؤال الأهم، لو ما كانش عنده الجرأة إن يشوف نفسه أكبر من عصره، هل كان هيبقى المتنبي؟ هو ما كانش نبي ولا ملك ولا قائد ثورة، لكن المؤكد إنه عمل حاجة أخطر، خلى اسمه يعيش 1000 سنة والناس لسه بتسأل عنه لحد النهاردة.